المكان ده يا جماعة المفروض ان هو مكان في اعلى جبل من الجبال في باتومي في جورجيا، والمكان بيتقفل بالليل، بيتفتح بس للسياح بالنهار، واحنا جينا بالليل والشباب هنا عارفين مكان المفتاح فين، فتحوا لنا المكان عشان ندخل، فاحنا لوحدينا في المكان. معرفش لسه احنا بنطلع مشي طبعا، احنا داخلين متسللين يعني وسامحونا على التصوير لانه يعني احنا بنصور في الخفاء، مش عايزين حد يحس بفلاش او باضاءة. حقيقي يا جماعة مش ببالغ، المكان بالليل يخوف. الأصوات يمكن انتوا سامعين الأصوات الخافتة في وسط أشجار كثيفة، وانت حاسس ان انت بعيد كل البعد عن العمران. المكان يخوف يا جماعة بصراحة. احنا مش عارفين اخر الطريق ده هنوصل لسلم يطلعنا، المفروض ان دي كنيسة اثرية، ولا احنا هنفضل مكملين مشي؟ هنشوف دلوقتي. اوه، المدينة كلها مكشوفة من فوق. دي المفروض ان هي قمة من اعلى القمم او اعلى قمة بتطل على المدينة. بحاول اشوف بس مكان امن اقف فيه ابقى كاشف المدينة، لان زي ما انتوا شايفين مفيش سور، ولا الاشجار دي مفتوحة على الجبال اللي تحت. مدرجات من الخضرة والوديان الخضراء اللي من تحت تنزل لغاية المدينة اللي احنا شايفينها منورة هنا. فيعني مفيش، المكان مش محوط بسور او شيء. احنا مش هنكتفي بالمشاهدة من برا، وخلينا نحاول نلاقي طريق ونشوف اذا كان المكان ده مفتوح، نقدر نشوف التفاصيل الداخلية ولا لا.
يلا بينا نشوف مدخل. انا بدور مش عارف ممكن الاقي باب فين مفتوح، بس ارجع واقول المشهد من هنا حكاية. المشهد من هنا والفيو اللي قدامنا بتاع السما والجبال روعة الروعة، مع تدريج الجبال الخضراء. انا عارف الكاميرا مش جايبة كويس اللي انا شايفه، بس المكان الفايبس فيه حكاية. انتوا مش متخيلين المكان ده بالنهار جميل قد ايه. يعني الموضوع مختلف تماما، خضرة وشكل المدينة باين بتفاصيله، والعمارة اللي باينة في تفاصيل المبنى. يعني الموضوع مختلف تماما، بس احنا جينا متأخر وحبينا نشوف المكان برضو. ويعني يمكن تكون التجربة بالليل تجربة احنا انفردنا بيها، يمكن غيرنا ما قدرش يدخل في وقت زي ده. بس اكيد المكان بالنهار اروع واجمل. انتوا مش متخيلين شكل المكان بالنهار. انا هسيب لكم صورة، ده شكل المكان بالنهار، الخضرة مع شكل العمارة بتاعت المبنى، اكيد مخليه المكان احلى كتير من اللي احنا فيه بالليل. ده الفيو من اعلى نقطة، احنا كده في اعلى مكان نقدر نشوف منه المدينة كلها والمدرجات الخضراء كلها. الله. هسيبكم في اخر ثواني تشوفوا الاجواء المخيفة اللي في نفس الوقت منتهى اللطف وحقيقي التجربة كانت ممتعة. اشوفكم على خير. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وتابعونا عشان تشوفوا بقية فيديوهات جورجيا والأماكن التانية اللي زرناها في بلاد تانية.